تعرف إن كتب وأفلام هاري بوتر عمرها ما كانت هتشوف النور لولا بنت صغيرة عندها 8 سنين؟ ولا دي مش قصة عن الكاتبة جي كي رولينز، دي قصة بنت اسمها أليس نيوتن اللي كانت بتحب الكتب جدا وبتعشقها لدرجة إن هي بتستنى باباها كل يوم عشان يجيب لها كتاب جديد. والد أليس بيكون صاحب دور نشر متخصصة في نشر كتب الأطفال، وفي يوم من أيام سنة 96 بيرجع للبيت مرهق جدا من قراءة الأعمال الضعيفة وبينسى يجيب لأليس كتاب جديد. ولما أليس بتستقبله بيحس بالذنب فبيديها آخر كتاب كان بيقراه على الرغم من إنه مش فاكر منه حاجة ولا حتى اسم الكاتب. أليس بتخطف الكتاب وبتجري على أوضتها بسرعة، وبعد ساعة بتنزل وبتقوله دي أحلى حاجة قرأتها في حياتها وأحلى حاجة رجع بيها البيت، وبتطلب منه باقي الحكاية. والد أليس بيرد وبيقول لها إن اللي معاها هي دي القصة اللي وصلت له، ولكن أليس بتقوله إن اللي معاها هي دي البداية، وعشان كده أبوها بيقول لها إن هيجيب لها بقية القصة. والد أليس تاني يوم بيكلم وكيلة أعمال جي كي رولينز وبيعرض عليها مبلغ ضخم جدا في مقابل الأعمال الكاملة، وفعلا جي كي رولينز بتوافق وبتمضي العقد. والد أليس لما بيقابل الكاتبة بيقول لها إن لازم تلاقي شغل جنب الكتابة، ولكن وقتها والد أليس ما كانش يعرف إن هو بيمضي عقد لواحد من أنجح الكتب اللي اتعملت في العالم، وأصبحت دار نشر بلومسبيري واحد من أنجح دور النشر في العالم. بس لو عايز تعرف قصة جديدة عن الكتب والكتاب فاستنى الحلقة الجديدة من سلسلة ما وراء الكتب.